هل المفروض اني اغير صفات في شخصيتي علشان انال رضا الناس اللي بتعامل معاهم؟ ولو لا، ازاي اكون شخص مش بيتأثر بكلامهم؟ مفيش لو لا. انت محتاج وضروري تكون مريح ومقبول في المجتمع اللي انت فيه. مهم. لان انت كإنسان، اولا مفيش شغل من غير ناس. انت محتاج الناس عشان تعرف تشتغل. محتاج الناس باستمرار عشان تكون مرتاح نفسيا، لان انت عندك احتياجات نفسية مش هتعرف تشبعها غير من المجتمع اللي انت فيه، والمجتمع انه يكون قبلك وبيحبك. لان انت عندك احتياج للامان والاستقرار، وعندك احتياج للاعجاب، وعندك احتياج للاهتمام والرعاية، عندك احتياج لان انت يطلب رأيك، لاحساسك ان انت متميز، ان انت ذو يعني شأن وسط المجتمع اللي انت فيه. ده احتياج انت محتاجه كإنسان، وندرته بتؤلمك. فانت لو مرفوض في المجتمع هتتخنق، هتتضايق، هتحس ان انت عندك احتياجات نفسية ومضغوط من عدم اشباعها. فانت مش هتعرف تشبع احتياجاتك انت النفسية من غير ما يكون عندك مجتمع حواليك بيحبك وقابلك. بس ده مش رضا الناس عنك. في فرق كبير قوي عن الاتنين. مشكلتك الحقيقية ايه؟ ان انت مفترض ان رأي الناس فيك هو يعني سلطتك على افكارك خارجية. يعني رأي الناس فيك بتاخده بمحمل شخصي، وبتعتبره هو السلطة الحقيقية ليك. فانت بالتالي لو حد انتقدك بتحس ان انت منتقد، ان انت انسان كده قليل لان رأيه فيك منتقد، فتبتدي ان انت تتضايق وتحس ان انت مضغوط ومحتاج تغير من نفسك جامد علشان في حد انتقد تصرفاتك. فالفكرة كلها مش في ان انت محتاج تغير من شخصيتك علشان الانتقاد ده. الفكرة كلها ان انت بتاخد الانتقاد بشكل شخصي وبشكل سلطوي، انه ده في حد ذاتك نظرتك من نفسك من خلال رأي الناس فيك. ان انت ما عندكش هوية واضحة بالنسبة لك، ان انت ما عندكش رأي في نفسك من نفسك، وهو ده يكون المرجع الاساسي ليك، وان رأي الناس فيك استشاري. مجرد بس حاجة بتقول لك انت محتاج ممكن تطور من مهاراتك في ايه علشان يعني تبقى مريح اكتر ومحبوب اكتر في المجتمع اللي انت فيه. بس ده مش معناه انه ان انت تاخد الامور بشكل شخصي، وان هو الانتقاد او انه في مشكله ان انت كانسان فيك مشكله. وده المشكله الاساسيه، ان انت مش بتعرف توقف انه راي الناس هو راي في تصرفاتك مش فيك، وان انت اكبر من كده بكتير. فده اللي انت محتاج تطوره من نفسك. لكن ما تفترضش ان انت مش محتاج تشتغل على نفسك خالص. ده وهم.